أوقات العلاقات بتنتهي ونحس إن الدنيا اتغيرت حوالينا فجأة، بنقف مكاننا مش عارفين نبدأ منين ولا نروح فين. بس الحقيقة إن هي مش معناها الفشل، أوقات كتير هي بداية جديدة وإنت مش واخد بالك. وقبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، لو أول مرة تسمعني استنى ثانية. أنا مي، موجودة هنا عشان أمشي معاك الطريق ده خطوة خطوة لحد ما تلاقي نفسك أقوى من الأول. النهاردة هنكتشف مع بعض الثلاث خطوات تساعدك تتحرك لقدام وتاخد أول نفس حرية بعد وجع العلاقة. خليك معايا لأن اللي جاي هيغير نظرتك للحياة. أهم حاجة في أول فترة من انتهاء العلاقة هي الاعتراف بمشاعرنا. الاعتراف أنا حاسة بإيه دلوقتي. متضحكيش على نفسك. أنا أعرف ناس أول ما بينهوا العلاقة تلاقيهم عمالين كل يوم، حتى لو مش هيخرجوا، ميك اب بقى ولينسز وحاجات غريبة كده عمرهم ما كانوا بيعملوها قبل كده بدأوا يعملوها عشان كل اللي فارق معاهم وكل اللي جاي في دماغهم في اللحظة دي ان هما برضو ما يطلعوش، ما يفكروش ازاي يطلعوا نفسهم من العلاقة دي. لا، هما بيعملوا كل ده عشان برضو يلفتوا انتباه الطرف التاني. عارفة ايه اللي بيخلي الفراق يدوم؟ اننا بنحاول نهرب من احساسنا، بنمثل اننا تمام دايما، بننزل ونتفسح ونضحك لكن جوانا في وجع مكبوت. انتي مش مضطرة على فكرة تخبي حزنك نهائي، مسموح ليكي تعيطي، مسموح ليكي تزعلي، لان المشاعر اللي ما بنعرفش عنها. اول حاجة عايزة اقولك عليها واول حاجة لازم تبدأي بيها هي الاعتراف بمشاعرك. عارفة، لما تقعدي مع نفسك كده وتاخدي وقتك في الحزن هتلاقي نفسك مع الوقت بترتاحي. واحسن حاجة تعمليها مع انتهاء العلاقة، اول حاجة لازم تعمليها هي الاعتراف بايه اللي وجعك. انتي حاسة بايه دلوقتي؟ اي حاجة سلبية حاسة بيها لازم تعترفي بيها لنفسك. عارفة ايه اللي بيخلي الفراق يدوم اكتر من وقته؟ اننا بنحاول نهرب من احساسنا، بنمثل اننا تمام، بننزل ونتفسح ونضحك لكن جوانا في وجع مكبوت. انتي مش مضطرة تخبي حزنك على فكرة، انتي مسموح ليكي تعيطي، مسموح ليكي تزعلي، مسموح ليكي تاخدي وقتك في الحزن زي ما انتي عايزة. يوم، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، خدي وقتك في الحزن زي ما انتي عايزة وعلى قد ما تقدري. المهم ان احنا نعترف لنفسنا بمشاعرنا، ما نمثلش عكس اللي احنا حاسينه، عشان لو احنا هنمثل فاحنا هنطول في ان احنا عايزين نثبت للشخص التاني ان احنا كويسين وان احنا عايشين كويسين وان احنا تمام. احنا كل حاجة هنعملها فاحنا بنعملها بس عشان نبين للي قدامنا ان احنا عايشين من غيره زي الفل ومية فل وعشرة، واساسا هو ما كانش فارق معانا. لكن ده غلط، احنا بنضحك على نفسنا. احنا هنيجي اخر الليل وهتلاقي نفسك بتنهاري. كل الخروج مش هيدوم، صحابك مش هيرجوحوا معاكي اخر اليوم البيت، انت مش هتفضلي طول اليوم في الشارع بره. انت هيجي عليكي وقت وهتروحي بيتك وهتدخلي اوضتك وهتبقي لوحدك وهتحسي ان انت مش قادره تتخلصي من الاحساس ده. فاول حاجه لازم نعملها واهم حاجه والله، خدي وقتك في الحزن، اعترفي لنفسك بمشاعرك، لان المشاعر اللي ما بنعرفش نعبر عنها بتفضل محبوسه جوانا وتعيشنا في الم مستمر. هحكي لكم حكايه كده صغيره. انا كان عندي واحده صاحبتي لما انفصلت عن خطيبها، اول ما اتسابت والله نزلت تخرج كل يوم، تضحك، تتصور ستوريز بقى بالهبل. كانت بتحس بالليل بقى، تيجي اخر الليل كده وتحس بوحدة قاتلة، عياط بقى. ما بتقدرش تاخد نفسها من كتر العياط اللي هي بتعيطه. بس لما فاقت كده وعرفت ان هي تقعد مع نفسها وتاخد وقتها مع نفسها وتنعزل، العزلة ساعات على فكرة بتيجي في صالحنا، مش بتبقى حاجة وحشة. واجهت نفسها بحزنها، عرفت ان هي تاخد خطوة لقدام. خدي ورقة وقلم واكتبي فيها كل حاجة بتحسي بيها من غير أي فلترة ولا خجل. اكتبي كده أنا حاسة بإيه النهاردة، وكلمي نفسك، طبطبي عليها. انتي كده ما بتجلديهاش، بس انتي كده بتريحيها من اللي هي حاساه. اعملي تمرين بسيط مع نفسك كده لثواني والله. غمضي عينيكي واسألي نفسك أنا حاسة بإيه دلوقتي. هتلاقي نفسك طلعتي مشاعر كتير قوي وكلام كبير قوي انتي قلتيه لنفسك وانتي اصلا كنتي قاعدة عادي.
يعني مش عارفة اصلا انت حاسة بايه، انت زعلانة وخلاص، يعني انت مش فيش حاجة هتهديكي دلوقتي غير لو الشخص ده رجعلك، رغم ان العلاقة اساسا يعني ما كانش ليها لازمة من الاول. هتلاقي نفسك كده مع نفسك مع شخص هو خلاص بدل قدر يبعد عنك، ادي لدماغك كده اوردر ان ده بدل قدر يبعد عني يبقى هو ما بيحبنيش. مفيش حد بيحب حد بيقدر يبعد عنه، مفيش حاجة اسمها انا غصب عني ان انا بعدت، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها ان الطرف التاني زهق او كان بيتسلى من الاول فخلاص خد بعضه ومشي. انت لازم تواجهي نفسك بكل حاجة بالحقيقة. هتتوجعي في الاول يا ستي، خدي وقتك في الحزن زي ما قلتلك، بس انت هترجعي صدقيني هتلاقي نفسك خفيتي. صدقيني لما تعترفي بحزنك بتفتحي الباب الاول للشفاء، وانتي عمرك ما هتفضلي في المرحلة دي على طول، انتي هتعدي منها وهتبقي احسن من الاول بإذن الله. تاني حاجة وهي اهم حاجة من بعد الاعتراف بمشاعرنا لنفسنا، وهي استعادة الهوية. طب انت عارفة يعني ايه استعادة الهوية؟ تعالي هقولك. يعني استعادة نفسك. كتير جدا واحنا في علاقة بننسى نفسنا، بننسى ايه اللي بنحبه وايه اللي بيخلينا مبسوطين لوحدنا من غير الشريك. اللي انا عايزه اقوله لك بقى، والنصيحه اللي انا عايزه اقولها لك وتحطيها في حلقه في ودنك، انتي مش نص حد تاني، انتي انسانه كامله لوحدك، ليكي حريه الاختيار في حياتك ازاي هتمشيها. ما تخليش طرف تاني يجي يقولك تعملي ايه وما تعمليش ايه. انا اعرف بنات كتير جدا كانوا في علاقات ونهوا حياتهم، كانوا بيتمرنوا لعبة وكانوا أبطال فيها، كانوا بيحبوا مثلا الموسيقى، كانوا بيحبوا يسافروا، كانوا بيحبوا يروحوا جيم، كانوا بيحبوا يخرجوا مع صحابهم، كانوا بيحبوا كده اللمة، كانوا بيحبوا الناس. ما بقاش يعملوا الحاجات دي لمجرد ان هم خدوا امر من الطرف التاني ان انت ما تعملش الحاجة دي. في رجالة بتدخل حياة البنات بس عشان تنهلهم حياتهم، تخليهم تشوفوا ايه الحاجة اللي هم ناجحين فيها او ايه الحاجة اللي هم بيحبوها، ويفرضوا عليهم ان هم ما يكملوش في الحاجة دي. ما تفهميش ليه بقى دي اسمها انانية، اسمها نرجسية، ما تفهميش بقى، ما نفهمش هي دي اسمها ايه. المهم اللي انا عايزة اقوله دلوقتي، انت مش نص حد تاني، انت انسانة وليكي احتياجاتك وليكي حياتك اللي هتمشيها بطريقتك الخاصة. واوعي تستغني عن نقطة فيها لمجرد ان في راجل دخل حياتك. زي ما هو هيكمل في حياته عادي، انت كمان لازم تكملي في حياتك. ومش بقولك ان انت تعنديه لا سمح الله يعني، بس احنا لسه مفيش اي حاجة اصلا رسمية. انت لسه ما بقتش جوزي، احنا مخطوبين، احنا مثلا لسه في ريليشن شيب اصلا كده، ايه بنتعرف على بعض، يا اما هنكمل يا اما كل واحد فينا يروح لحاله. فانت ملكش اي علاقة باي حاجة في حياتي غير لما تحل محل الاب اللي هو لما تبقى جوزي. ساعتها هقولك سمعا وطاعة وهعمل لك اللي انت عايزه، بس برضو في نفس الوقت انت لازم ترجعي تعملي اللي انت كنتي بتحبيه قبل ما تدخلي العلاقة السامة دي. شوفي كده، اقعدي مع نفسك وشوفي انت كنتي بتحبي ايه قبل ما تدخلي العلاقة دي، ايه الهويات اللي انت وقفتيها عشان تفضلي متاحة للشخص التاني. مين كنتي قبل ما تبقي نص حد التاني. ابدأي تعملي حاجة بتحبيها ولو صغيرة، ممكن تعملي رياضة، تاخدي كورسات اونلاين، تروحي كافيه تقعدي لوحدك وتكتبي تخططي، تعملي اللي انت عايزاه. المهم ترجعي لنفسك القديمة. انت تستاهلي تبني حياتك حواليكي. حبي نفسك قبل اي حد تاني. لما تستعيدي نفسك مفيش وجع بيثبت قدامك. خليكي حاطه الكلام ده كويس قوي في ودنك وامشي عليه خطوه بخطوه، هتلاقي نفسك اتخلصتي من اي حاجه كانت مسببه لك وجع. والعلاقه دي في 3 خطوات زي ما انا قلتلك، هتلاقي نفسك نسيتيها. تالت حاجه بقى واهم حاجه واخر خطوه، وهي اهم خطوه واهم من الخطوتين اللي فاتوا دول، بناء المستقبل بقى. احنا خلاص تخطينا، اعترفنا بمشاعرنا لنفسنا، احنا وثقنا في نفسنا جامد قوي، احنا بقينا اجمد ناس في الدنيا وتخطينا العلاقة ونسيناها خلاص، وبدأنا ان احنا نتشافى تماما من اي علاقة كانت في حياتنا. ورجعنا تاني نعمل حاجات بقى كنا بنحبها، نخرج نتفسح، نشوف بقى احنا كنا ماشيين في ايه ووقفناه عشان خاطر ان احنا عايزين نبقى متاحين دايما 24 ساعة. وده طبعا غلط، بس ما علينا، خليها في حلقة لوحدها كده. عايزين بقى نبني مستقبلنا كده ونشوف الدنيا هنعمل فيها ايه.
لو فضلتي تبصي وراكي مش هتشوفي اللي قدامك. اكتبي 3 أهداف كده صغيرة نفسك تحققيهم خلال 3 شهور. مثلا يعني أتعلم مهارة جديدة، أتعرف على ناس جديدة، أخد خطوة شجاعة كده في شغلي. اكتبي تحدي كده، تحدي نفسك، اكتبي هدف واحد وابدأي فيه فورا بعد الحلقة دي على طول. هقولك على حاجة كده، الفراق على فكرة مش نهاية، الفراق بداية جديدة لحياة بتختاريها، وانتي اللي بتحدديها لنفسك مش حد تاني. وخليكي متأكدة ان انتي انسانة جميلة ما تتسابش، فاللي سابك او بعد عنك ده ليه ظروفه، احنا مش هنقول عليه ان هو مثلا شخصية مش كويسة او حاجة، بس ليه ظروفه. زي ما انتي ممكن تدخلي علاقة وما ترتاحيش فيها وتبقي عايزة تبعدي، هو ممكن يكون دخل العلاقة دي وشايف ان انتي مش انسب حد ليه، فاضطر ان هو ياخد نفسه كده ويتوكل على الله ويقولك ان هو مش عايز يكمل. زي ما قلتلك اتعبي، خدي وقتك في الوجع، خدي وقتك في الحزن. اهم حاجة واول حاجة لازم الاعتراف بالمشاعر لنفسنا هيخلينا نتشافى بسرعة. تاني حاجة واهم حاجة ان انتي استعادة اي حاجة تخليتي عنها عشان خاطر العلاقة دي. رجعي كل حاجة كنت بتعمليها وكنت بتحبيها قبل ما الشخص ده يدخل حياتك، وبعد كده ابني مستقبل لنفسك. ركزي في شغلك، ركزي في حياتك لحد ما ربنا يبعتلك حد يستاهلك. خدي وقتك في الحزن. وبكده تكون حلقتنا انتهت. اتمنى من كل قلبي ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان انا اكون ساعدت اي حد بيحاول ان هو يعيش حياة جديدة ويطلع من اللي هو فيه ويموف اون بسرعة عشان مفيش وقت. لو عجبتكم الحلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، وهستنى منكم تكتبوا لي في الكومنتات انتوا ايه اول خطوة هتاخدوها عشان تطلعوا خطوة لقدام. وعايزاكي تفتكري دايما ان انت تستاهلي حياة سعيدة. يلا باي باي.